السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اللي هي البكبوكة ولا العصبان. جيبي في ان ريسيبيون الدوارة تاعك، تكوني ديجا منقيتها مليح وغسلتها تخي بيان. زيدي عليها الحمص يكون مشمخ، تكوني ديجا مشمخاته ليلة قبل. زيدي عليها بصل يكون مقطع رقيق. زيدي عليها روز مشمخ. زيدي عليها معدنوس ولا كرافس، طوماطيس والثوم، وبيان سور طماطم مصبرة ما نساوهاش. زيدي عليها مغرفة كبيرة ملح، مغرفة كبيرة راس الحانوت، مغرفة كبيرة فلفل أسود، مغرفة كبيرة تاع العكري، ومغرفة كبيرة كروية. تخلطي المكونات تاوعك مليح مليح. وهنايا تكوني مبريباريه الكرشه تاعك، تغسليها بالخميره الحلوى باش تكون هكا بيضه ونقيه وشابه كيما راكي تشوفي. وبعد كي انا بديت تخيطي فيها، تجيبي خيط طويل وبداي تخيطي فيها على لي كوتي، شغل صنعيها كي الجيب، وخلي لها بلاصه من بعد كي غادي تعمريها بالدواره تاعك. وبالمناسبة نقولكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والهنا ان شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله يا رب. فقط ما تنسوناش بجيم وابوني باش تدعمونا ونواصلوا في القناة ان شاء الله ونفيدكم باي حاجة نقدروا عليها ان شاء الله. فقط ملاحظة هنايا، بعد ما تكملي تعمري البكبوكة تاعك وتخيطيها، ثقبيها بالفرشيطة قبل ما ديريها في الماء يغلي. والماء تاعك ما يكون فيه والو، ديري فيه فقط البكبوكة تاعك بلا اي اضافات ما عدا البصل والحمص. ومن الافضل انه ديري العصبان تاعك يطيب في كيكوطه وتغلقيها مليح. فوالا الطبق النهائي تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم، وما تنساوش دعمونا بابوني.